السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد، وان شاء الله النهارده معانا القراقيش الفلاح الساده المقرمشه الدايبه من جوه وهشه من بره. يلا بينا نبدا. التفاصيل. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا 2 كيلو دقيق بنخلهم. معايا هنا 4 معالق سمسم متحمص، واربع معالق شمر. عاملاهم ضرباهم عاملاهم في الكبه، منعماهم، عاملاهم زي البهارات كده عشان ما بتبقاش الحبايه كده صحيحه في قلب القراقيش، ما تبقاش باينه قوي يعني. ومعايا هنا معلقه بيكنج باودر، ومعلقه خميره كبيره اللي هو الباكو الصغير ده. ومعايا هنا رشه فانيليا عشان تدي ريحه حلوه. ومعايا هنا 700 جرام من السمنه، وعليهم كوبايه زيت 200 ملي. يعني انا حاطه كوبايه السمنه على كوبايه الزيت على السمنه. انا هنا استبدلت كوبايه سمنه بكوبايه زيت علشان تديها قرمشه كده وهشاشه، وتبقى ناشفه، متبقاش طريه. هنا دي المكونات اهي، ده السمسم والشمر والبيكنج باودر والخميره. ومعايا هنا معلقتين سكر كبار ومعلقه ملح. آه ده دي كل المكونات. هنا بقلب المكونات كلها، بمزجها مع بعضها. ده السكر اهو، ولسه هجيب معلقه الملح. ومعايا كيلو لبن هعجن بيه. بقلب كل المكونات كلها مع بعضها. ده الملح اهو. دي المواد الدهنية، انا هنا مسيحاها بس السمنة، مش اتحاها يعني، بس مسخناها ان هي تفك بس. بفضيها وبغلف الدقيق كله بالسمنة، وبفضل ابست فيه لما يبقى عامل زي الرمل كده، زي حبيبات الرمل الرطب. العجين ما بتبس بيبقى ناعم، بيدي بتبقى القراقيش ناعمة من جوه ودايبة كده. بفضل اقلب الكمية كلها واغلفها كلها بالمواد الدهنية، بالزيت والسمنة. القراش دي بتبقى جميلة جدا في الفطار والعشاء. يعني لو بدل ما نبقى مكسلين ما نقدرش نعمل عشاء، ما نعمل كوباية شاي كده وشوية قراقيش، يا سلام، تبقى حاجة عظمة. هنا اللبن اهو، معايا كيلو لبن. هي كده خلاص، انا هبتدي اعجن بقى. معايا الكيلو لبن ده انا ما استخدمتوش كله، اخدت منه 800 جرام، يعني اتبقى تقريبا كوبايه اللي هي 200 ملي. انا لا انا هكتب في صندوق الوصف المقادير على كيلو. انتوا حابين بقى تزودوا الكميه، تضاعفوا الكميه، ماشي. حابين تقللوا تخلوها نص كيلو، اقسموا بقى. يعني لو هتعملوا اعملوا نص كيلو دقيق مثلا، وتقسموا المقادير. تشوفوا المقادير، هتعملوا كيلو تعملوا برضو، كل واحد بقى ورغبته. هنا خلاص انا عجنت العجينه كويس قوي. قعدت اعجن فيها ربع ساعه. هنا كنت بشوف قطعه منها كده، لقيتها ما شاء الله ممتازه كده، تمام. بشيلها كده من تحت من تحت الطبق، عشان تخمر معايا وتترفع بسرعه، ما تبقاش لازقه في الطبق. وبغطيها لمده ساعه الا ربع تقريبا، او نص ساعه حسب بقى الجو. لما تخمر، هنا بقى كنت بشرب شاي عشان كوبايه شاي. كده هي خلاص خمرت، ولسه كمان هتخمر في الصواني. شوفوا ما شاء الله العجينة تحفة، حلوة قوي. العجينة مخدومة كويس قوي، وناعمة وطرية كده، وحلوة قوي. هنا بغطيها وبحطها قدامي، وباخد منها قطعة كده، وببتدي اشتغل. بعمل بعمل القطعة دي زي رول كده، وبفردها كده بالطول. بفردها وبقطعها صوابع. بشيل الاطراف اللي هي الطرف ده والطرف ده، مبقاش بيبقى صغير كده. بحاول اعملها كلها سمك واحد وطول واحد.
جبت هنا صاج هرصت فيه. هنا نقلت العجينة عشان حسيت ان هي عشان توسع لي المكان، اوسع لنفسي وانا بشتغل. هنا برص الصاج. انا عندي برد بقالي كام يوم ماسك فيها ومش راضي يسيبني. يلا الحمد لله. الكمية ديت انا عملت 2 كيلو لان انا هدي البنت وهي مسافرة رايحة الجامعة الكلية بتاعتها، هديلها شوية تاخد شوية معاها وشوية بقون. ما شاء الله عملت ال2 كيلو دول عملوا كمية كبيرة قوي، وليمة قراقيش. فرطوا كتير. شوفي بسوي من هنا ومن هنا. اللي انا بقطع بيه ده اسمه سكرابر، كنت بستخدمه في التورت. هو فيه ناحية مشنشرة كده فانا استخدمته عشان يدي شكل حلو له. انتوا ممكن تستخدموا بقطاعة بسكينة بأي حاجة عندكم، توقفوش نفسكم على حاجة، اي حاجة اشتغلوا بيها. هنا بعمل كده رول. هي الكمية ما خدتش وقت كتير، وعملتها والله لوحدي. يعني ممكن ان انتوا تشجعوا برضو وتشتغل لو في نص كيلو. نص كيلو برضو هيدي هيعمل كمية حلوة برضو. يعني ال2 كيلو دقيق عملوا 4 كيلو. آه، 4 كيلو قراقيش، حوالي 4 كيلو، لان الكيلو دقيق بيعمل 2 او 2 وشوية. فلو هنيجي نحسبها من ناحية التوفير، لا وفرت كتير. يعني انا المكونات دي كلها ما كلفتنيش 100 جنيه، واصلا اغلبها موجود عندكم في البيوت. يعني الدقيق والزيت ده موجود، والسمنة موجودة، والملح والسكر والحاجات دي كلها موجودة. فلما نيجي نحسبها تقريبا التكلفة 100 جنيه. ما تيجي عملت 4 كيلو وشوية. لما تيجي تشتري من بره تقريبا الكيلو ب50 او اكتر، ومش بنفس النظافة وبنفس الجودة ومش بنفس الطعم. يعني ما شاء الله طعمها وريحتها كانت قلب البيت كله. القراقش والمخبوزات اللي بتيجي من بره دي معرفش ما بتبقاش حلوة وبتبقى ناشفة قوي. طبعا مش زي دي خالص. يعني انا بالذات انا بشجع الحاجة اللي معمولة في البيت اكتر. مش عارفة انتوا زيي ولا لا. اي حاجة معمولة في البيت بيبقى لها طعم تاني وشكل تاني. فكده بساوي كده وبفرد بالطول. شجعوني بقى واشتركوا في القناة لسه صغيرة، محتاجة دعمكم. واعملوا لي لايك، ان في ناس قالت لي اللايك بيرفع القناة. اعملوا لايك بقى و... ودعموني فضلا وليس امرا يعني. برص الصينية. انا مش هعمل طبعا الكمية كلها قدامكم انا، لان الفيديو طويل. فانا مقصرة قوي على قدر الامكان عشان ما تملوش. يعني انا هعمل هنا تقريبا 3 صواني، والباقي بقى هعمل 3 صواني والباقي هعملهم مع نفسي يعني، وهرجع لكم تاني. هنا في الوقت ده انا مولعه مشغله الفرن، انا سويت القراقيش دي في فرن البوتاجاز. مشغله الفرن على درجه حراره 200 من تحت، وسبته قبل ما اسوي بحوالي 10 دقايق او ربع ساعه. لما رحت اسوي بقى شغلت الشوايه وخليتها على اهدى درجه خالص، علشان هتبقى اقل حاجه خالص عشان ما تحرقش القراقيش، وتفضل القراقيش محروقه من بره وعجين من جوه. هديتها خالص عشان تنشفهم وتسويهم براحتهم، وتبقى القراقيش هشه كده وطري وهشه وحلوه كده، وبتفقش وانت بتاكلي منها، مش عجين. يعني بتبقى ناشفه. بصراحه طعمها تحفه، ولا ريحتها ما شاء الله حلوه قوي. جربوها تشجعوا واعملوا زيها وجربوها لو في نص كيلو حتى، مش لازم الكمية دي يعني. مع انها والله ما خدت وقت، انا اللي عاملاها لوحدي وما خدتش وقت. برص الصينية كده، برصها كلها. الواحد بيبقى سعيد قوي لما بيعمل حاجة في البيت وبتعجب الولاد وبتعجب اللي حواليه. دي الصينية التالتة. هي الكمية كلها خدت مني 7 صواني.
انا كان عندي 5 صواني، انا سويت الاتنين الاولانيين وفضيتهم ورصيت غيرهم، فكله كان 7 صواني. انا هنا خلاص. كده الرقاش طلعت، شوفوا ما شاء الله الشكل والطعم والريحة، لا حاجة تانية، تفرق حاجة تانية يعني، بصراحة تحفة. هنا كنت بوريكم شكلها وازاي من جوه هشة وجميلة جدا، حلوة قوي. انا هنا هاكل واحدة، لونها حلو قوي وطعمها كل حاجة فيها حلو. شوفوا ما شاء الله كمية كبيرة. آه، دي كانت اخر صينية طالعة، وكانت سخنة وانا ناسية خالص، مسكتها بايدي من غير حاجة. احنا بتاعي بجيب قماش عشان امسكها واوريها لكم. شوفوا ما شاء الله الكمية كبيرة، وليمة. يلا قولوا لي رأيكم في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.